محتارة وعايزة تعملي أكلة سهلة وسريعة وبسيطة وما تاخدش معاكِ وقت، يالّا بينا نعمل الكشري الإسكندراني النهارده، هيكون مفلفل وبطعم مختلف وطريقة مختلفة كمان، يالّا بينا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول، بس يا ريت لو أنتم أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش لايك وشير للقناة. أول حاجة هنا كان معايا كيلو من الرز الأبيض بتاعنا المصري العادي جدًا، ومعاه نُص كيلو من العدس الأصفر، باقلّبهم مع بعض كويس وبعد كده باغسلهم. أول حاجة بقى تاني باجيبها معايا بصلاية كده بيكون حجمها كبير وابتدي أقطّع البصلاية كده زي ما أنتم شايفين. الطريقة ديّة ممكن تكون مختلفة أو أول مرّة تشوفوها، بس بتكون بجد حلوة وبتدّي طعم حلو جدًا للكشري الأصفر، أتمنى تجرّبوها بالطريقة بتاعتي. أول حاجة هنا بقى بعد كده باحُط 4 معالق من الزيت النباتي العادي جدًا، وبعد كده باحُط فيه البصل اللي أنا قطّعته. البصل دوّة في ناس ما بتحطّش البصل، بس عايزة أقول لكم إن البصل بيدّي ريحة وطعم حلو جدًا للكشري. هتجربوه بالطريقة ديّة وإن شاء الله هتدعوا لي. بعد كده بعد ما باقلّب بالبصل كده وأول لمّا لونه يصفر بالوسط دوّة يعني مش عايزاه إن هو يتحرق يا جماعة، أنا بس عايزاه لونه يصفر لحد ما الريحة بتاعة البصل تطلع كده، باحط بقى الرز بتاعي بعد أمّا غسلته كويس جدًا مع العدس. وباقلّبهم مع بعض كويس جدًا عشان خاطر كل حبّاية رز وعدس تتغلّف بالزيت بتاع البصل. هاجيب بقى البهارات بتاعتي هنا، والبهارات بتاعتي كانت معايا مكعب من المرق الدجاج، وكمان معايا ربع معلقة صغيّرة من الكمون، ومعلقة وربع من الفلفل الأسمر، وكمان هاحط ربع معلقة صغيرة من الشطة، و3 معالق من الملح، طبعًا الملح دوّة على حسب الرغبة بتاعتكم، والشطة ممكن تستغنوا عنها، بس بصراحة هي بتدّي يكون طعم حلو جدًا، وهي برضه الرز ما بيكونش حراق، هي بس مجرد إنها بتدّي تيست خفيف. هاقلبهم مع بعض كويس كده لحد لمّا ريحة البهارات تطلع كده مع الرز، هابتدي أحُط المَيّة عليهم، والمَيّة ديّة هنا باحُطّها طبعًا من الحنفية، يعني مش مَيّة مغلية، مَيّة عادية جدًا من الحنفية. أول لمّا باحُط المَيّة ديّة باحس بس كده باقلِّب الرز عشان خاطر أشوف المقدار بتاع المَيّة، أنا بس عايزة أخلّي الرز يا دوبك يكون متغطّي بالمَيّة، ما تنسوش إن العدس بيكون السِوَى بتاعه أقل من الرز، فلازم يكون المَيّة تكون أقل شوية من المقدار بتاع الرز العادي الأبيض اللي إحنا بنعمله علشان خاطر ما يطلعش معجن معاكم. بُصّي يا دوبك مجرد بس إن هي مغطية الرز حاجات بسيطة. طبعًا لو أنتم احتجتوا ساعتها مَيّة هتحطوا من معلقتين لمعلقة كده مَيّة وتغطّوه، أنا بقى أول لمّا بيغلي باوطّي عليه خالص واخلّي النار شامعة وباسيبهم يستووا مع بعض. هاجيب بقى هنا معايا بقى التركاية أو الحاجة اللي أنا باحبها جدًا مع الكشري الأصفر دوّة، باجيب 3 بصلات كده بطاطس باسلقها كده نُص سِوَى، وبعد كده باجيب بقى التتبيلة اللي أنا باعملها، باجيب قرن فلفل كُبّي بارد ومعاهم 2 قرن فلفل حراق، ودوّة التوم بتاعي يا جماعة اللي أنا فرّزته معاكم، بُصّوا أصفر إزاي وجميل لسه محتفظ بلونه زي ما هو، باخد منه المعلقة وبارجع تاني على طول أرجّعه في الفريزر. وبعد بقى ما قشّرت البطاطس بتاعتي ديّة باقطّعها بالحجم كده زي ما أنتم شايفين، الحجم المتوسط يعني ما تكونش حجمها رفيّع أوي ولا سميكة أوي علشان خاطر تكون برضه معاكم تشرب التتبيلة ويكون طعمها حلو. باخد بقى البطاطس ديّة وباحمّرها في الزيت عادي جدًا زيّها زي أي بطاطس بنحمّرها، تاخد لون من الجنبين، بس برضه ما تحمّرهاش جامد أوي إنها تتحرق، يعني يا دوبك تاخد لون دهبي خفيف زي اللون دوّة كده. باجيب بقى هنا معلقتين ل3 كده زيت على النار في طاسة، وهابتدي أحط الفلفل بتاعي اللي مدقوق مع التوم، وطبعًا حطيت فيه الملح بتاعي. باحط بقى هنا التوم دوّة عايزاه إن هو يوصل أول لمّا اللون ويوصل للخضار دوّة كده والريحة بتاعة التوم تظهر، هابتدي بقى أحط البطاطس بتاعتي عليه. على فكرة البطاطس دي بيكون طعمها حلو جدًا، جدًا بجد مع الكشري اللي هو الأصفر. باقلّبهم كده بقى مع بعض وبعد كده باطفّي النار واحطهم، ويالّا بينا بقى نغرف الكشري بتاعنا، بُصّوا شايفين مفلفل إزاي وجميل، حلو جدًا بجد. كمان البصلة بتدّي له طعم والتوابل اللي أنا حطيتها بتدّي له طعم وريحة حلوة جدًا. هاغرفهم كده بقى زي ما أنتم شايفين بُصّوا، طريقته حلوة جدًا، بيكون كمان مفلفل كده لمّا الزيت بتقلّبيه مع البصلة، وجبة كاملة متكاملة فيها العناصر الغذائية كلّها يعتبر، فيها النشويات وفيها البروتين وفيها الخضار، حلوة جدًا وسهلة وخفيفة وسريعة وفي نفس الوقت يعتبر موفّرة.
باجيب بقى البطاطس كده لمّا باقدّمها باحطها كده بالمنظر دوّة، وبيكون الطبق كامل بقى، وباحط السلطة بتاعتي، طبعًا هنا السلطة بتاعتي دوّة بقى على حسب ذوقكم، أنا هنا كنت عاملاها بالكزبرة والخيار والجزر والطماطم، حطيت فيها كل أنواع الخضار بالضبط اللي أنا باحبه في السلطة بصراحة. وبعد كده باحط بقى البيض بتاعي كنت سلقاه، وممكن تعملوا كمان اللي هو تدحرجوه في الزيت كده أو في السمنة وتقدّموه معاه، بس إحنا بصراحة ما بنحبّهوش يعني مع الأكلة ديّة إن هو بيكون متحمّر، فطبعًا كل واحد على حسب ذوقه. طبعًا لمّا بتكون برضه زي ما هي كده برضه بتكون الفايدة بتاعتها أكبر بكتير، وفي نفس الوقت كمان نوفّر في الجلد يا جماعة شوية، يعني لمّا بتتحمّر بتتقشّر الجلدة وبتنشف. أتمنى تجرّبوها ودمتم في رعاية الله.